نحن دخلنا البلد في حمى هذا الرجل، رجل عادل نزيه غير متكبر غير مجحف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويحفظها لكم كلكم يا مغاربة. أنا أحب الملك محمد السادس، أقسم بالله أنني أجل هذا الرجل. رجل ليس دموي، ليس قاسي، ليس مستبد، ليس متكبر، رجل محترم. وزاد حببني فيه عندما دخلت المغرب ورأيت الدولة ورأيت المنشآت ورأيت البنية التحتية ورأيت المغاربة ورأيت التآلف والتعايش والمحبة القيم المغربية التي سحرتني وسحرت كل زائر للمغرب. A few moments later. فما فيش داعي حتى لو أنت من آل النبي فعلا انطم واسكت يا محمد السادس، انطم واسكت يا أخي، لأنك الآن وفي هذا الظرف بالذات وأنت منبطح للكيان الصهيوني ولليهود تجي تقول أنا نبي جدي وأنا من آل البيت وأنا نطفة نقية وأنا درجة مرتفعة. أنت تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة تفوق حتى إساءة الفرنسيين له بالرسوم المسيئة. فلا تستفز المسلمين، يكفي استفزيت وقهرت المغاربة قهر. والله أن محمد السادس قهر المغاربة الأحرار الشرفاء قهر، قال كأنه غرز خنجر في قلوبهم. وانت يا محمد السادس وغيرك من الظلمة والمستبدين والفاجرين والمنبطحين والمطبعين الذين تدعون أن يا أخي انتم إذا كان سنضعكم في خانة النبي فأنتم من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم.